عمرك شفت جن حقيقي؟ طب لو انا فتحت لك الباب ليلة امبارح وانت راجع من شغلك والصبح لقيت الباب بيخبط، قمت فتحت لقيتني راجع من السفر وعلى ظهري شنطة، يبقى مين اللي فتح لك الباب امبارح؟ تجربة النهاردة بيحكيها لنا مجدي بيقول قرر يسافر الساحل عشان يشتغل حارس أمن في قرية سياحية خلال موسم الشتاء. الأماكن دي معروف عنها إنها شبه مهجورة في الوقت ده من السنة. أول لما وصل اتعرف على زميله اللي هيقضي معاه الأيام اللي جاية في السكن. اليوم الأول عدى عادي جدا وروتين الشغل بدأ يتشكل، لكن الليلة التانية كانت البداية. مجدي خلص ورديته ورجع الأوضة متأخر شوية، خبط على الباب، فتح له زميله وعينيه مليانة نوم. دخل مجدي وسابه وقعد هو يحضر العشاء بتاعه، بس فجأة حس بحاجة غريبة، ضيق شديد في صدره، نفسه مكتوم، كأن في حاجة تقيلة قاعدة على كتافه وما كانش عارف ايه السبب. حاول ينام بس صحي أكتر من مرة على كوابيس غريبة وأصوات، وأول ما يفتح عينه يلاقي خيالات سريعة بتتحرك. بيقول إحساس إن في حد واقف جنبه وهو نايم مش عايز يسيبه، وإحساس الخوف بيسيطر عليه بطريقة أول مرة يحسها. ما كانش مصدق إنه هيطلع عليه النهار بسبب الليلة دي، بس الحمد لله الليلة عدت. الصبح لقى الباب بيخبط، مجدي قام فتح الباب لقى زميله داخل شايل شنطة سفر. استغرب، قال له انت كنت فين؟ لكن الرد جه صادق، انا اسف يا مجدي، والله اضطريت اسافر امبارح بسبب ظرف طارئ عندي كده في البيت، كنت مستعجل فما قلتش لحد غير المشرف. مجدي من الصدمة وشه اصفر، مش قادر ينطق، بس حكى له اللي حصل معاه، لكن زميله اقسم انه فعلا مسافر من امبارح، وكمان كلم اهله قدامه علشان يثبت له صدق كلامه، وفعلا اتأكد بنفسه انه ما كانش موجود بالليل. امال مين اللي فتح لمجدي الباب؟ مجدي بعد اللي حصل قدم طلب نقل فورا ورجع القاهرة، بس المشكلة ان الكوابيس ما وقفتش، كل ليلة نفس الشعور بالضيق. طب الحل ايه؟ الحل ببساطة هتلاقيه في الكتاب والسنة، وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بشكر كل الناس اللي وصلت معايا لحد هنا، وبشكركم على دعمكم، ولو حد حابب يشاركنا تجربته يتواصل معانا على الواتساب، ويا ريت ما توقفش الفيديو عندك، بعته لكل اصحابك اللي بيحبوا النوع ده من المحتوى.